السلام عليكم خوتي المغاربة، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. في جديد قضية الناصري وعبد النبي بعيوي. كما كتعرفوا جميع، الناصري يعني خرج المواجهة يعني المباشرة وكيحاول يدافع على راسو بشتى الوسائل، وفي نفس الوقت كيحاول يورط معاه لو ماكسيموم ديال المتورطين. كما كتعرفوا جون افريك يعني المجله الفرنسيه اللي سلطت الضوء على قضيه اسكوبار الصحراء، وفي اخر تقرير لهذه المجله هذه كتحدث على الاموال اللي تلقاها الناصري، او السؤال اللي سول قاضي التحقيق، سول الناصري سؤال مباشر حول مصدر الاموال اللي كيتلقاها من طرف يعني الحاج احمد بن ابراهيم. كما كتلاحظوا في الصوره، هذا هو الحاج احمد بن ابراهيم الملقب باسكوبار الصحراء. المهم، قاضي التحقيق سول سؤال مباشر الناصري: من اين لك هذا؟ وهذا السؤال كما كنعرفوا يعني سؤال يعني يحبه المغاربه ويطالب به الحقوقيون ويطالب به المناضلون. من اين لك هذا؟ سؤال محرج ويحرج لصوص المال العام واللصوص والمفسدين. الناصري يعني ملي تلقى هذا السؤال هذا يعني ما كانش عنده جواب واضح، وغيحاول يدافع على راسه بالوسائل ديالو هو. ولكن اخوتي المغاربه، راه الاموال الطائله توجد هناك. اموال باهظه، اموال باهظه تيجيش بغات تكون اموال تترعرع. اييه، هي فيها 12 مليون درهم في الدفعه الاولى، زائد 3.7 مليون درهم، يعني 12 مليون درهم يعني مليار و200 مليون مغربيه. هي يا سيدي مليار و200 مليون، مليون ينطح مليون، مليار و200 مليون في الدفعه الاولى، و3.7 مليون درهم في الدفعه الثانيه، يعني 3 ملايير و700 مليون. هذا المبلغ، هذا المبلغ الفلكي كما كيقولوا، يعني ان مونطون استرونوميك، مبلغ فلكي تلقاه الناصري، او يعني مشى للحساب الشخصي ديال الناصري. وهذا هو السؤال المحرج او السؤال الخطير اللي طرحته النيابه العامه في شخص قاضي التحقيق على الناصري: الاموال الطائله الباهظه. على ذكر الاموال خوتي المغاربه، يعني اخر خبر او اخر المستجدات، الاوكرانيه زوجة اسكوبار الصحراء خرجت من المغرب ومعها 500 مليون. المراه او مرت اسكوبار الصحراء الحاج احمد بن ابراهيم او بن ابراهيم خرجت من المغرب ومعها 500 مليون مغربيه. السؤال مطروح: كيف سمح لها بالخروج؟ وهل يحق لها ان تخرج مع تلك الاموال؟ ويعني علاش، واش كانت هي خاصها تكون ممنوعه من السفر؟ او يعني هل يعني ستقوم النيابه العامه بطرح نفس السؤال: من اين لك هذا؟ المهم، اخر الاخبار تشير الى انها غادرت المغرب ومعها مبلغ 500 مليون. اذا اخوتي المغاربه، كان هذا هو خبر اليوم، وما تبخلوش علينا بلايك وما تبخلوش علينا بابوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.